الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم على الزمالك. لعب مباراتين خلال اسبوع، لعب مع بتروجيت ولعب مع النادي الاهلي. طبعا مباراة بتروجيت كانت مباراة دراماتيكية. كان بتروجيت يتقدم في الدقيقة 94 والزمالك يتعادل في الدقيقة 95. كانت أول مباراة لمستر بيسيرو المدرب الجديد لنادي الزمالك. طبعا مستر بيسيرو لسه يعني جديد وبيتعرف على اللعيبة. المباراة في مجملها ما فيهاش غير الهدفين بس. الهدف اللي حطه هدف أكثر من رائع، حطه مصطفى جمال لاعب بتروجيت. تعادل ناصر منسي. طبعا كان الحكم نادر قمر الدولة اللي تغاضى عن احتساب ضربتين جزاء للزمالك. وطبعا احنا عارفين كابتن نادر قمر الدولة، وعارفين ميوله وتصويره في أحد المباريات هو وأبنائه مع كابتن إمام عاشور. وطبعا لجنة الحكام عندنا بعافية شوية. فللأسف التحكيم المصري بيمر وأزمة عنيفة بسبب للمرة الألف بقولها غياب الضمير. غياب الضمير من قبل لجنة الحكام اللي بتعين حكام بعينها، والحكام دي دايما بتخطئ في مباراة الزمالك. واعتقد ان لجنة الحكام مبسوطة بكده. فللأسف الكابتن هاني أبو ريدة الأسماء اللي جابها لجنة الحكام ثبت فشلها من مباراة لمباراة، وكل الفرق الدوري بتشكو من الحكام لغياب الضمير والعدالة. حكم الساحة وحكم الفيديو، تقنية الفيديو. يعني احنا للأسف، والمرة التانية بقولها والتالتة، ان تقنية الفيديو عندنا عايزة تقنية فيديو تانية ورا، لان مفيش ضمير. سيبنا من ماتش الزمالك وبتروجيت. الزمالك اصلا ما اداش مباراة كويسة، وطبعا كان وحش بس اديله حقه. ماتش الاهلي والزمالك تاني مباراة لمستر بيسيرو. غير طريقة اللعب ولعب ب5 ورا، طبعا عشان يواجه الاهلي طبعا بنجومه اللي بتساوي ملايين الملايين، واستقراره الاداري والفني، واحتل الوصيف في جدول الدوري. وعنده سكواد اقوى من الزمالك، عنده في كل مركز 3 لعيبه. الاداء طبعا الاهلي ما كانش كويس في المباراه ديت، وكان متقدم حتى الدقيقه 84 بعد ان احرز هدف بن شرقي اللي مرضيش يحتفل علشان طبعا كان لاعب في نادي الزمالك. هو راجل في قمة الاحترام والأدب وما بيهونش عليه العشرة زي بعض اللعيبة التانية. فتعادل الزمالك في الوقت القاتل، وكانت فرحة عارمة من اللعيبة والجمهور. وطبعا في بعض النقاد وبعض الإعلاميين طبعا عمالين يقولوا إن الزمالك إيه الفرحة اللي انتوا فيها دي؟ انتوا فرحانين انتوا تعادلتوا مع الأهلي؟ اولا الفريق اللي بيبقى فايز والفريق التاني اللي بيتعادل بيفرح اكيد، لان هو كان قاب قوسين او ادنى للهزيمه، فاكيد بيفرح. ثانيا الاهلي بيملك سكواد عالي جدا. الاهلي فريق المليارات. الاهلي عنده زي ما قلت 3 لعيبه في كل مركز. الاهلي عامل صفقات قويه. الزمالك يعاني من مفيش استقرار اداري ولا استقرار فني، وفي الصفقات وفي الفلوس برضو. الزمالك عنده ازمه ماليه طاحنه علشان الغرامات اللي دفعها، وطبعا الزمالك بيرعى العاب كتير، والفلوس اللي بتجيله من ايرادات بقى من الرعاية والكلام ده كله مبلغ برضو ما بيكفيش الالتزامات اللي علينا. فطلع علينا جهبذ كابتن سيد عبد الحفيظ اللي سبق عصره واوانه، الدكتور سيد عبد الحفيظ للاسف. يعني انا اسف، معلش، انا بعتذر.
سابق عصره واوانه، والزمالك فرحان، والزمالك مش عارف ايه. يا عم في ايه؟ انت متضايق، ما ده شيء طبيعي ان انت تتضايق. يعني مش الزمالك اللي فرحان، انت اللي متضايق. الزمالك يزعل ليه؟ الزمالك كان مغلوب وتعادل، من حقه يفرح، انت مستكتر عليه الفرحه. وبعض جماهير الاهلي برضو، بعض الاصدقاء نفس الكلام، سابوا كل حاجه ومسكوا الزمالك فرحان. شيء طبيعي، انت لو مكاننا هتفرح، انت لو في وضعنا هتفرح. انت ما عندكش استقرار، نادي الزمالك ما فيش اي استقرار في اي حاجه. وطبعا الكابتن شوبير ما يزال ومستمر في سياسه التلقيح على نادي الزمالك. للاسف اللي ما عرفش شوبير ملوش رادع. طول البرنامج بتاعه في قناة النادي الأهلي شغال في الموضوع دوت، بيستفز الجماهير. وأنا نوهت لكده أكتر من مرة، وأنا بقول للمرة المليون: شوبير هيعمل فتنة كروية. فلو حصل أي فتنة فالمسؤول الأول عنها أحمد شوبير، باستفزازه لنادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك على طول الخط. ولا في حد بيرضعه، ولا في حد بيقول له كده غلط. وللاسف ان اداره الاهلي، طبعا هو شغال في قناه الاهلي، واضح ان اداره الاهلي عاجبها الكلام اللي هو بيعمله احمد شوبير. احنا ليه بنثير الفتنه بين جماهير النادي؟ ليه يعني؟ ليه انت شغال عمال على بطال تلقيح على نادي الزمالك وكلام جارح ومحدش بيرد عليك برضه؟ مجلس الإدارة لازم يكون له موقف مع الإعلاميين اللي بينتقصوا من حق نادي الزمالك، واللي مش عايز أقول بيهينوا نادي الزمالك في برامجهم، وإحنا واقفين نتفرج. ما في الأعلى الإعلام، أنا من الأعلى الإعلام. طيب ما دوره فين هنا؟ مجلس إدارة الزمالك للمرة التانية بقول هو مسؤول عن ما يحدث في الساحة الرياضية تجاه نادي الزمالك من تعصب بعض الإعلاميين وإثارة الفتنة، ومن تحيز الحكام السافر ضد نادي الزمالك. ولو رجعتوا مباريات الدور الأول هتلاقوا كم كبير من ضربات الجزاء لم تحتسب لنادي الزمالك. يعني الحكم اللي كان في ماتش فاركو كان عمال يدي انذارات على بطال، عمال على بطال لنادي الزمالك. وطبعا الإدارة ساكتة ما بتتكلمش. الإدارة على طول سياسة الصمت الرهيب اللي هي عايشة فيه. فأقول الحمد لله إن مباراة القمة دي عدت على خير، والزمالك نادي كبير، والزمالك حتى وهو في أسوأ حالاته قدر يتعادل مع النادي الأهلي بسكواده وبملايينه وباستقراره والمساندة اللي بيلاقيها في كل مكان ومن جميع الاتجاهات. فمبروك لنادي الزمالك ان هو ان شاء الله هيحط اول خطوة على الطريق الصحيح بالصفقات اللي جابها في حدود الامكانيات المالية، وان شاء الله القادم افضل لنادي الزمالك. وشكرا.